بيقول لك يا سيدي إن الأسد بعت الثعلب عشان يناديله الحمار. ليه؟ عشان يوصل رسالة لملك الغابة اللي جنبه. فرح الحمار، ما هو حمار، راح جري على الأسد اللي أول ما شافه حط نيابه في رقبته من غير صوت وقال للثعلب: كده غدانا جاهز، هخش أنام شوية وأنت احرس الأكل، وإياك يا ثعلب بوزك يتمد عليه. نام الأسد ونومه طول، والثعلب جاع، فضل يلف حوالين الحمار وما قدرش يمسك نفسه، خصوصا لما لقى الأسد دماغه مخبوطة في صخرة ومخه طالع. قال لما اكل المخ والأسد مش هياخد باله. صحي الأسد ولف حوالين الحمار وبص للثعلب كده وقال له: يا تعلوب، يا تعلوب، فين مخ الحمار؟ بس الثعلب بكل ثبات راح قايل له: مخ يا ملك؟ هو لا مؤاخذة لو عنده مخ كان جه لغاية هنا برجليه. كل الفخدة يا ملك، الفخدة حلوة، مفيش مخ. أول سيجارة ولعتها، أول جوان اتلفلي، أول سطر كوك، أول سنة اتدوبت في فنجان قهوة، أول ربع تيمو، كان هدفهم إني أفك وارتاح وأشوف الدنيا غير الدنيا. وأنا صدقت ورحت برجلي، وأول واحد قالك بحبك، وأول واحد قالك كلمتين محرومة منهم، وأول وعد مشروخ اتقدملك قبلتيه صدقتيه ورحت برجلك. برجلي وبرجلك وبرجلك، رحنا برجلينا زي الحمار لا مؤاخذة.